الوصفة الأولى اليوم، أول شيء بدنا نفتح بس نعرفكم على هالمنتجات اللي الكل بحبها والكل بيعرفها. هي عندي هون أنا سمبوسك اللحم، يا سلام. وكمان في عنا سمبوسك الجبنة، وكمان سمبوسك الخضار. طبعا قاري زيت عميق على حرارة 180 لمدة 4-5 دقائق، جميع سمبوسكات، أو بتسووها بالمقلاة الهوائية أو حتى بالفرن زي ما انتم شايفين. هاي نعم، هاي الجبنة وهاي اللحمة، وكمان في عنا الخضار. أنا طبعا مجهز شاوي بالفرن. خذ يا سمير خليهم عندك. ترى الخيوم عندي بهرب فيهم. اهرب فيهم هذول البيت. خلوني بس افرجيكم احنا بالضبط بهرب فيهم ترى شو عاملين. هاي عندي هون سمبوسك اللحم وسمبوسك الجبنه، خابزهم بالفرن، وطبعا فيكم تسووه كمان بالمقلاة الهوائية او بالزيت الغزير. طبعا بعد ما انا شويتهم وجهزتهم، عندي هون صلصة البشاميل جاهزة يا سمير. اوكي، بس خليني اضبطها. تمام. باضافة جوزة الطيب شوية صغيرة، اكيد بهاراتنا كلها اليوم من الريحان، وكمان عندي اعشاب ايطاليه كمان من الريحان. اللهم اني صائم. معلش. وهي كمان ايش هاي يا سمير؟ هاي من منى سيدي العزيز، هاي مرقة دجاج صح؟ ايوه، مرقة دجاج، وفي شوربات كمان عندنا. نعم، منتج اردني يضاهي العالم 100%. اذا صار عندي بشاميل جاهز. انا طبعا انتم بتعرفوا كيف تسووه. سمبوسك جبنه من نبيل جاهزه، وسمبوسك اللحم جاهزه، فرني مسخن على حراره 180، وكل اموري جاهزه. اول شيء حبايبنا رايحين نضيف شويه صلصه بندوره داخل صينيه. وطبعا بدي اشكر انا منتجات او معدات عابدين اللي مزينه المطبخ كله، صواني مش صواني، صدوره، كل شيء. وبنضيف شويه من صلصه البشاميل. ايوه يا سلام، كيف الصوص؟ وشو هالصوص؟ شو هالصوص؟ في محلاها. نبدا نصف. اخذ لك صوص شوي. سمبوسك اللحم داخل الصينيه. الله عليك. هاي لازانيا مبتكره. طبعا بتقدروا انكم تضيفوا السمبوسك من دون قلي او شوي مباشره داخل الفرن، بس بدكم تعطوها وقت اطول تستوي حتى تطبخ. احسنت يا سمير. اوكي، شايفين؟ طلعوا. بكره ان شاء الله راح نشوف كل يوم منتج جديد من منتجات نبيل. بكره حنشوف كفته نبيل المتبله، حنسوي لكم اياها كباب تركي او كباب هندي. كمان بشاميل. بدي طبعا. هات. بعديها رايحين نضيف صلصه بندوره. يا سلام. هات يا سمير، اعطيني المغرفه جاهزه. يلا توكل على الله. بسم الله يا شيف. ايوه. لا استنى سمير. جبنه. ايوه. هذا طبق للعائله كامله. يعني شوفوا، هذا الطبق راح يطعمي تقريبا من 6 ل 8 اشخاص. بتقدروا تستخدموا سمبوسك خضار وسمبوسك اللحم، ما تستخدموا الجبنه، او تسووا يعني تشكيله من السمبوسكات. كمان شوي سمير، كمان شوي سمير. ايوه، اطراف سمير. يا سلام عليك. نضيف سمبوسك الجبنه على الوجه. اذا نوعين من سمبوسك اللحم والجبنه، وفيكم تستعملوا كمان سمبوسك الخضار اذا حبيتوا يكون عندكم تشكيله كامله. طيب ايوه. هسه سمير حضر لي صلصه البشاميل. حاضر. بدنا نغطيها بدون صلصه حمراء. بدنا نحط شوي طبعا. نحط صلصه حمراء. هي رشه. هي حرام لحالها يتيم. هات رشه جبنه. بالضبط. كوب من جبنه او من القرشله. كوب. انتبه. اوكي. وجبنه البرميزان معاها. حاضرين. شويه اعشاب ايطالي. حاضرين. شويه من زيت الزيتون وزيتنا اليوم من الريحان. لا خربانه الامور، خربانه سمير اليوم. على طول بنجيب الملعقه. هاي القشره الفوقانيه لفوق. ايوه، تعطيك زي ايوه حس الترابي زي الكيكه الترابيه. ايوه يا سلام يا عمي نبيل. سمبوسك الترابي. ايوه نبيل مقله البديل. شو بدكم الحكي؟ منتجات فخمه، منتجات طيبه، وصراحه مليانه. شايفين؟ شم الريحه يا سلام. شم الريحه.
هسه تفعيل نظام الشم. يا الله، هسه عن جد تم تفعيل دور يعني هسه لو إننا بالإفطار كان هسه منظوم ألو. الكلمات. طيب واقف وعامل لي زي هيك. بناخذ الآن خلينا نحكي القرقشة. القرشة بجبنة البرميزان مع الأعشاب الإيطالية مع زيت الزيتون البكر، وبنضيفها وين؟ تخليت فيها شايف سمير؟ زيت زيتون بكر. يا سلام. بسم الله. يلا على الفرن، تعالي معنا. تفضل. يا الله. شكرا جزيلا، أنا هيني هون.